أهلا بيكم، وحشتني جدا من الفيديو اللي فات. الصيف والحر يعني وصفات بقى كده سهلة وسريعة وساقعة كده وترطب على قلبنا. النهاردة هشارك معاكم الآيس كريم الاقتصادي. شايفين الجمال يا جماعة؟ لا بجد حلو جدا، طعم وشكل وقوام ملوش حل. هعمل معاكم الآيس كريم بمكونين بس وبخطوتين بس، ويلا بينا على طول نبتدي. أول حاجة خالص أنا هعمل آيس كريم الفراولة. جبت كيلو من الفراولة وشلت الجزء الأخضر اللي بيبقى فوق ده وغسلتها كويس جدا وحطيتها في كيس التلاجة زي ما هي وفي الفريزر. قعدت يوم كامل لغاية ما جمدت زي ما انتم شايفين كده. وبعدين حطيتها في الكبة وحطيت معلقتين كبار من السكر وقعدت ان انا اضربها لغاية ما تبقى بيوري. السكر هنا اختياري، انا بقول ايس كريم صحي، يعني ممكن نستبدل السكر ده بعسل نحل. ممكن كمان نلغيه خالص ونعتمد على السكريات اللي موجودة في الفاكهة نفسها. شايفين؟ هو ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه، تبقى بيوريه كده خالص. طبعا ممكن تستخدمي الهاند بلندر او تستخدمي الخلاط كمان، بس تزودي نقطة بسيطة من المية. هنا بقى ضفت كوباية من الكريم شانتيه، كوباية كاملة على الكيلو، ومعلقتين بالظبط مية، وكمان معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. طب لو ما عنديش عسل الجلوكوز، حلو جدا نستخدم عسل النحل. شايفين المطة يا جماعة؟ بجد رهيب، حلو جدا. وخلاص انا كده خلصت اول ايس كريم عندي اللي هو ايس كريم الفراولة. حطيه بقى في علبة في التلاجة وهتسيبيه يتجمد يوم كامل. تمام، يعني ممكن تسيبيه 8 ساعات ل 12 ساعة، 24 ساعة. وعلى فكرة كل ما يقعد في الفريزر كل ما يبقى أحلى وأحلى. زي ما انتم شايفين كده، انا بالنسبه لي كنت عاملاه بالليل، تاني يوم الصبح بدأنا ان احنا ناكل فيه. وخلاص وشيليه بقى في الفريزر ويبقى كده عندك ايس كريم الفراوله جاهز. لو انت كمان عايزه تزودي او تعززي لون الفراوله ممكن تزودي الوان صناعيه. تعالي بقول لك ازاي ايس كريم الموز اللي طلع بجد طعمه حلو جدا وفيه مطه حلوه جدا جدا جدا. انا جبت هنا نص كيلو الموز، كان عندي 4 موزات يعني، قشرتهم كويس وبعدين حطيت عليهم ليمونية، عصرت عليهم ليمونية. ما تقلقوش خالص، مش هيبان ان هو مزز ولا اي حاجة خالص، بس انا بحط الليمون علشان انا محتاجة ان انا اتلج الموز دوت في الفريزر، وفي نفس الوقت يبقى لسه ابيض ومحتفظ بلونه وما يغمقش معايا. وخلاص حطيه في كيسة وبرده رجعيه تاني الفريزر. انا النهارده هعمل لك كذا نوع من انواع الفاكهة، وانت بقى الفاكهة اللي عندك في البيت اعمليها وخليها عندك دايما في الفريزر، بجد الاولاد هيحبوه جدا. وجيت بقى هنا تاني يوم حطيت الموز بتاعي، شايفين يا جماعة محتفظ لسه بلونه ما اسودش ولا اي حاجة. وبعدين حطيت عليه برضو معلقتين كبار من السكر. الموز من الحاجات المسكرة، انت ممكن تعتمدي بس على السكر اللي في الموز وخلاص لغاية ما يبقى بيوريه زي ما انت شايفة كده. وبعدين بضيف عليه نص كوباية من الكريم شانتيه. هنا علشان كمية الموز قليلة فحطيت نص كوباية بس من الكريم شانتيه، وحطيت 4 مكعبات من التلج. هنا مرضتش احط مية لان الموز اصلا سايب، لو تحسوا ان هو بيبقى يعني سلس جدا كده. وبعدين حطيت معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. ممكن نستغنى خالص عن السكر ونعتمد على العسل النحل. تمام، يعني بنحط عسل نحل ومن غير سكر ومن غير عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز هنا بيديكي المطه الحلوه بتاعه الايس كريم اللي انت كده لما تيجي تاكليه. شايفين المطه يا جماعه؟ رهيب، حاجه كده وهم بجد حلو جدا. هنا بقى انا ضفت نقطتين من اللون الصناعي اللي هو الالوان جل اللي لونها اصفر. هي كده كده كانت عندي موجوده في البيت، ولو مش عندك اكتفي بس بالفاكهه وبجد هيبقى طعمه حلو جدا. بس انا هنا عشان الولاد بقى بيحبوا الالوان وعايزينها زي اللي بره بالظبط، فأنا باضيف الألوان الصناعية طالما هي كده، كده موجودة عندي. وخلّي بالكم، عايزة أقول لكم إن هو طعمه أحلى من الجاهز، وطبعًا healthy جدًا وصحّي جدًا. هنا بقى تعالوا الأناناس، أنا جِبت هنا أناناساية وقشّرتها كويس وبعدين قطّعتها مكعبات وحطيتها في الفريزر زي ما هي، وبعدين حطيتها في الكبة زي ما أنتم شايفين كده، وبرضه معلقتين من السكر. هنا زوّدت السكر شوية لإن الأناناس كان عندي مِزِز شوية. طبعًا زي ما قُلت لِك أنتِ ممكن لو أنتِ عايزاه healthy خالص بتستغني تمامًا عن السُكّر، وبرضه بتفضلي أنتِ تضربيه لغاية ما يبقى بيوريه زي ما أنتِ شايفة كده. الأناناس من الفاكهة اللي فيها مَيّة، بتبقى أصلًا مليانة مَيّة، فالأفضل إن أنتِ ما تزوّديش مَيّة أصلًا. حطيت هنا كوباية كبيرة من الكريم شانتيه، وبرضه نفس الخطوة حطيت عليها معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وهتبدئي إن أنتِ تضربيها. وزي ما وريتكم كده أهي ألوان جل أنا باستخدمها. مع الأناناس حبيت أغيّر واستخدمت لون الأزرق، ادّاني اللون اللبني الرهيب ده. يا سيدي، شايفين طالع سايب شوية علشان الأناناس أصلًا من الفاكهة اللي مليانة مَيّة، وعادي جدًا وبرضه حطيته في الفريزر. تعالي بقى الأهم
في كل دوت هو الايس كريم ليمون نعناع. بجد يا جماعه حاجه كده وهم، انا عن نفسي بحبه جدا وكان احلى طعم فيهم هو والموز. جبت هنا بقى حوالي نص كيلو من الليمون زي ما هو كده، بس شلت البذور وقطعته ارباع صغيره، وحطيت عليه كوبايه من السكر وحوالي ربع كوبايه من الميه المثلجه بيبقى فيها قطع من التلج، مهم جدا النقطه دي. وبعدين صفيته كويس جدا، ضربته كويس جدا كأنك بتعملي عصير. بقشره ما تقلقيش خالص، مش يعني هيديكي مزازه كده بسيطه، طعمها حلو، مش هيديكي مراره ولا اي حاجه خالص. وصفي بقى كده كويس، انا هنا خلاص صفيته كويس جدا اهو. وبعدين هستعمل الميه بتاعت الليمون دي او عصير الليمون ده في الايس كريم بتاعي. بجد يا جماعه اوعدكم ان انتوا مش هتبطلوا الايس كريم في البيت، بجد وصفه حلوه جدا. جبت هنا بقى الهاند بلندر بتاعي، ممكن تستخدمي كمان الخلاط اي حاجه متوفره عندك، وحطيت كوبايه كامله من الكريم شانتيه، لان انا كان عندي تقريبا كوبايه او كوبايه ونص من عصير الليمون. وابدأي بقى هنا اضربي اضربي لغايه ما يتقل معاكي بالطريقه دي. انا برضو هنا عايزه اعزز اللون شويه، فضفت الوان صناعيه، انا بستخدم الالوان الجل اللي هي الوان غذائيه، بتدينا الوان بتدينا لون حلو قوي، وفي نفس الوقت ما بتبقاش مضره، وزي ما قلت لكم الاولاد بتحب الحاجات دي. وهنا برضو ضفت حوالي معلقتين صغيرين من مركز النعناع، بتجيبيه من عند العطار او من اي سوبر ماركت كبير، اسمه شربات نعناع مركز. بجد يا جماعه بيدي طعم حلو جدا جدا جدا. وادي هي الالوان اللي قلت لك عليها، استخدمت حوالي 4 نقط، وبستخدم نقطة وبضرب ونقطة وبضرب لغاية ما اوصل للون اللي انا عايزاه. شايفين يا جماعة ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، بجد خطير حلو جدا. وخلاص انا كده خلاص الايس كريم بتاعي جاهز. شايفين المطة يا جماعة، يا سيدي يا عيني على الجمال. الايس كريم ده انا ما ضفتش عليه العسل الجلوكوز، لان انا كنت ضايفه سكر كتير، وبعدين شايفين انا حسيت ان هو عنده مط حلو قوي، فمش مستاهل ان انا اضيف عسل الجلوكوز. انا كده خلاص خلصت. يبقى هنا عسل الجلوكوز او عسل النحل فايدته الوحيده ان احنا بندي مطه حلوه قوي للايس كريم، او بيديكي القوام اللي انت يعني لما يجي حد ياكلها كده بتمط معاه، بيديك القوام ده بس. وحطيته بقى في الفريزر بقى زي ما قلت لك من 8 ساعات لغايه ليله كامله. وقدميه بقى تاني يوم، انا قدمته وجبت بقى كاسات الايس كريم اللي عندي، وحطيت صوص الكراميل كده كنت شارياه. شايفين يا جماعه ايه ده، ايه الجمال والحلاوه دي، شايفين؟ ودي كمان كانت طالعه على طول من الفريزر، فبتبقى مجمده شويه. يعني انت لو تطلعيها من الفريزر وتسيبيها دقيقه وبعدين تبداي ان انت تستخدمي معلقه الايس كريم كده وتطلعيهم، هتطلع معاكي بمنتهى السهوله. وكمان ممكن تحطي معلقه الايس كريم في ميه سخنه علشان تطلع معاكي برضو اسهل واسهل. يا سيدي يا عيني بجد تحفه خطيره. ما تنسوش بقى الاشتراك ولايك وكتير وشير كتير للفيديو، واشوفكم على الف خير.